فام دو لا ميزون حسينيت. الكتاب هذا حكى على فترة تاريخية عاشتها تونس وقت البيات، وحكيت خصيصا على نساء البيت الحسيني ومدى الفاعلية نتاع النساء هذوما في الحكم. استدعوني لفام ليدرز في تظاهرة في سكرة، والتقيتها والمرة مدام بالليلي وهي تقدم في الكتاب. بعد لقدمت الكتاب اقترحت عليها باش نمشوا لمدينة الكيف، ولبت الطلب وعملنا ان كونفيرونس ديبا في القصبة وين حكم حسين بن علي أب الدولة الحسينية. قريت الكتاب وصدت ما عند فيه، قلت لها يا مدام بالليلي علاش ما نعملوش في القصر السعيد وين هالكتاب هذايا فيه تواريخ هي مربوطة ارتباط وثيقا بهالقصر هذا. تساؤل حول تونس في العهد العثماني، وهو يبدو في الظاهر وكأنه كتاب حول النساء، لكن في الأصل هو كتاب حول السلطة. أنا من خلال النساء الحسينيين حبيت نتعرف على أو نفهم العلاقة بين السلطة والمجتمع. هل معناها السلطة التركية هي هذه غريبة عن المجتمع معناها ومقطوعة من المجتمع، أو هل هناك علاقة من الزواج مع المحليات اللي هو شيء راهو ذيك إشكالية معناها تطرح في الإمبراطورية العثمانية، باعتبار أن الأتراك ماذا بهم ما يتخلطوش بالكل مع المحليين، ماذا بهم السلطة تقعد سلطة يعني عسكرية، سلطة فوقية بالنسبة للمجتمع. وهذاك اللي كان واقع في مصر ولا في بلاد الشام وتونس أو في الجزائر، في ليبيا طرابلس. لكن الخاصية نتاع تونس هي أنه هذا الفرق بيناتهم الزوز معناها بين المجتمع والسلطة مش موجود، فما مش موجود، معناها فما علاقة بالنساء وبالزواج. هو قراءة جديدة في تاريخ تونس الحديث وبداية المعاصر. علاش قراءة جديدة؟ فيما يخص من كان يعني يسير في هذه البلاد في فترة ما قبل الاستعمار وفي السنوات التي عقبت الاحتلال الفرنسي لتونس في 1880. الجانب الكبير اللي كنا نجهلوه ولا ما كناش معناتها ربما نعطيه أهمية في بلورة الأحداث وفي تطور الأحداث وفي تسيير شؤون الدولة سواء يعني قبل مجيء الاستعمار أو بعد مجيء الاستعمار، هو العنصر النسائي ودور المرأة، يعني سواء في البلاد خاصة في البلاد، لأنه تسيير يعني شؤون البلاد كان يعني يمر بالبلاد. وعندما نقول البلاد معناتها وين احنا موجودين يعني قصر الصعيد وحتى يعني اللي بجانبنا قصر باردو. المرأة كان لها دور كبير ياسر، ولكن كان وراء الستائر للأسف لأسباب تعود إلى ربما الديانة بتاعنا، تعود إلى تقاليدنا، تعود كذلك إلى معناتها غطرسة بين ظفرين الرجل الذي كان وما زال للأسف يرفض معناتها مكانة المرأة في المجتمع. ولكن نكتشف من خلال هذا الكتاب أنه الرجل لو كان عندنا بالعربية نقولوا افيك اير ماجيسكول، الرجل يعني في الحقيقة ما كانش يدي معناتها مطلوقة 100% في تقرير المصير. لاحظنا أنه ليلى البليلي اعطتنا معناتها العديد من الأمثلة أنه المرأة كان لها الدور الأساسي في ربما أخذ القرارات، في معناتها تسيير شؤون البلاد، في معناتها توجيه السياسة الحسينية مش نقولش التونسية نقولوا احنا لمثلها العائلة الحسينية كانت وراء إذا المرأة. احنا نحكيو برشا على استقلالية تونس بين معناها ظفرين بالنسبة للإمبراطورية العثمانية، معناها لا محالة هي تحت السلطة العثمانية لكن كانت تحظى بنوع من الاستقلالية. وزاد العلاقة كانت، أنا أعتبر أنه العلاقة بين العرب والأتراك كما هم يقولوها غالبا ما كانتش حادة. لو تمشي لمصر ولا سوريا تلقى فما علاقة معناها نتاع كيفاش نقول صعيبة، معناها فما كره. فما في تونس لا، لأنه معناها العلاقات أصبحت أكثر مرونة بلودوس. هو درس راهو عمل دام شو نقول لك الحقيقة 15 عام، لأنه المصادر نتاعنا هي شحيحة برشا فيما يخص النساء، ولذا معناها واحد لازم يخدم ويبحث ويمشي الارشيف
ويقرأ ويلم ويقعد ويتسائل أيضا ويقوم ببحوث شفوية مع بعض العائلات. لكن هو معناها نجم نقول لك عمل طويل وطويل النفس. بالنسبة لي بما أني خدمت على القرن 17 18 19 يعني و20 أكدت أكثر على المصادر نتاع الأرشيف، مصادر وعلى الدراسات اللي وقعت حول البيات وغيره. وما اهتميتش برشا بالقرن العشرين لأسباب عديدة، منهم أنه النساء مازالوا حيين، وأجتنب معناها أنا أن نتحدث ساعات نلقى معطيات ماهيش ما نحبش الباز. أنا هذا كتاب علمي أكاديمي، خيرت أني أختزل القرن العشرين، ولسبب أيضا منهجي زاد، على خاطر بنهاية الإمبراطورية العثمانية يظهر لي أن هذه العائلة الحسينية معناها ضيعت شوية الجانب اللي أنا كان يهمني، اللي هي العلاقة مع اسطنبول. الاستعمار ثم نهاية الإمبراطورية العثمانية ما بين 1922 و 24 معناها بالنسبة لي العائلة الحاكمة والعائلة الحسينية يعني ضيعت الشيء اللي كان أنا يهمني، وهي العلاقة نتاعها الرمزية مع الباب العالي. النقطة الأخيرة أشارت لها معناتها صاحبة الكتاب هو معناتها طبيعة الحكم في تونس. معناتها معناش كالحكم العسكري، معناتها نظام الحكم قعد فيش نقولوا مدني وحتى وانه معناتها بعض البيات قلدوا اللقب اللي قلت عليه معناتها المشير اللي هو معناتها الماريشال، هو لقب عسكري، هذاك لاسباب سياسيه واسباب دبلوماسيه. كتاب معناتها هام جدا ويجب معناتها الاطلاع عليه، حتى يعني تتغير بعض السلوكيات وبعض اذا المواقف وبعض الافكار غير الصحيحه. عائله حكمت او قامت اسست الدوله، انا اعتبر انه معناها الاسس نتاع الدوله نتاع اليوم راهي ترجع الى حسين بن علي، وحاولت معناها بامكانيات الوقت انها تكون دوله ومجتمع نسبيا متناسب. معناها ما نحبش نعمل اسقاط، لانه النساء في البلاد كانت عندهم نوع من الحريه وكانت عندهم دور يلعبوه، دور سياسي، أظن معناها وجود نساء من البحر المتوسط ومن اسطنبول ومن الكوكاز، هذاك الكل أيضا راهو يعطي لها العائلة هذه خصوصية، وتكون ساهمت أيضا في معناها بروز المرأة بالفعل، حتى ولو أنا أظن أن الجذور نتاع المرأة يرجعوا إلى العهد البربر، هما اللي كانوا عندهم فعل المرأة كانت صنديدة، لكن هذيك خاصية من خصائص تونس.